لا أجد الكلمات المناسبة التي تعبر عن المشهد الحالي. أجواء رائعة جدا هنا، أجواء احتفالية بمباراة أولى. سؤال يبقى: من سيحتفل مع نهاية المباراة؟ من سيكون مستمتعا بفريقه في الملعب اليوم؟ أكيد كل جمهور يطمح أن تكون الأمور في صالح اليوم، لكن لا مجال لمعرفة ما سيحدث إلا من خلال متابعتنا لأحداث هذا اللقاء. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. انطلاقة المباراة، كرة على الجناح لكن بعيدة جدا، لن يلحق اللاعب بكل تأكيد بهذه الكرة. هل تمر الكرة؟ يمر ويلعب كرة بينية. جاريث بيل، ضغط جيد هنا والتعامل بقوة كبيرة. جاريث بيل كان يحاول أن ياخذ، خطيرة الكرة، لا تزال خطورة قائمة. فعلها وسجل كرة في الشباك. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. حارس المرمى غير محظوظ بالمرة هنا، لأنه بعد الإنقاذ جاءت المتابعة لتقضي على جهوده. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. النصر بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم كل الأمور. كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجح؟ خطيرة جدا، الله على الإنهاء، يا سلام على كرة جميلة، لعبة ولا أروع. تعادل يأتي سريعا جدا. تعادل سريع في هذه المواجهة، هدف مهم جدا من الناحية النفسية. الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس، وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية. شوف الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. الكرة ملعوبة من مسافة، هل يسجل؟ ميسي لعبها بشكل رائع، لكن المشكلة أنه أيضا واجه حارس متألق جدا في مباراة اليوم. فرصة الآن، يا لها من كرة، لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا. بيكن باور يمد قدمه ويحصل على الكرة. هذه هي كرة القدم اللي نحب متابعتها. نريد أن نتابع إثارة، تشويق، متعة، ندية بين الفريقين. يبعدها عن مناطق الخطورة، تلعب الكرة إلى الأمام. ميسي، ريبيري، كريستو ستويشكوف، باولو مالديني يقطع الكرة هنا، لم تكتمل فرصة. فرانشيسكو توتي يلعب كرة بينية، يبعدونها. غالاتا سراي لديه جودة كبيرة في التمرير، وكرة عرضية، تمريرة بعيدة كان بإمكانه. هل يضعها في المرمى؟ تصدي جميل مميز من حارس المرمى، اسم كبير يظهر في الملعب الآن كما هو منتظر منه. استعادة سريعة الكرة، ليونيل ميسي، الكرة إلى خارج المرمى. أي فرصة ضاعت هنا، مجهود كبير من أجل التسجيل.
أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كرة للمنطقة الأمامية، فرصة لتحول هجومي سريع. فرانشيسكو توتي، بينية رائعة. نهاية 45 دقيقة أولى. الآن وصلنا إلى نهاية الشوط الأول والتعادل إيجابي 1-1. سيد الموقف هنا، لم يقدر الفريق على فرض سيطرته على مجريات اللقاء حتى الآن. تعادل في رأيي نتيجة عادلة لهذا الشوط الأول، وراح نشوف ما سيحدث في شوط المباراة الثاني. إذا أعزائي المشاهدين ستستأنف أحداث المنافسة الكبيرة في هذه المباراة. أنتوني غريزمان، تدخل في توقيت حاسم، يحاول تمريرها من بين المدافعين. ميسي، توتي، يتغير الاتجاه نحو اليسار. جاريث بيل، غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة في آخر المشوار. استعادة سريعة هنا. جالاطاسراي نجح في إيقاف المرتدة بتدخل حاسم في توقيت رائع. يقظة في الدفاع، لمسة بينية، يحاول أن يلعب كرة بينية، يبحث عن المهاجم. ريبيري يلعبها في المساحة. الفكرة كانت جيدة لكن التنفيذ كان سيء للأمانة. نيستا عينه على الكرة دائما هنا، يسيطر على الكرة. غريزمان، كرة من جهة اليمين، تمريرة جميلة الآن، وجد طريقة للمرور، ثم الكرة يا إلهي على الرأسية. جول لمصلحة جالاطاسراي. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ رأسية كانت مثالية، تحرك في توقيت رائع لكي يواجه الكرة ويحولها بعد ذلك في الشباك. ولديهم تقدم بهدف وحيد. راحت بعيدة هذه المرة. بكل أمانة لا أعتقد أنهم قادرين على العودة في ظل هذا الأداء. عليهم أن يفعلوا شيء، يغيروا من شيء في هذه المباراة. تحركوا، افعلوا شيء من أجل العودة. يبعد الكرة عن مناطق الخطورة، يلعب كرة على اليسار، كرة عرضية من جاريث بيل. لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. تمريرة بينية تبدو خطيرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ميسي، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حالة من الغضب من بعض اللاعبين من ذلك الالتحام، التدخل قوي وتشاجر اللاعبين بينهم الآن. هل تستغل هذه الركلة؟ ليونيل ميسي، ليونيل ميسي، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. أنتوني غريزمان يضيع فرصة كانت مهمة جدا وقريبة إلى أن تكون هدف. الآن ربما مطالب باستغلال أي فرصة قادمة لإنقاذ الفريق. النصر عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس، الدقائق الأخيرة. ميسي ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. لعبة رائعة الآن. جورجينيو يحصل. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية، يوم للنسيان. مباراة مثيرة جدا، حتى اللحظة الأخيرة كان الصعب توقع ما سيحدث فيها.
فارق هدف كان هو الفيصل في تحديد المنتصر في هذا اللقاء. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها. كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. هكذا إذا انتهت هذه الأمسية الكروية، انتهى معها تغطيتنا لهذه المباراة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن